أهلا بيك. الصورة اللي قدامك دي لشخصية ناس كتير أقسموا إنها كانت بتخليهم ما يعرفوش يناموا ليالي طويلة وهم صغيرين. دي شخصية المومياء اللي ممكن نقول عليها النسخة المصرية من فرانكنشتاين، وظهرت في الفيلم الكوميدي حرام عليك. رغم إن الفيلم كان هدفه الضحك، بس ملامح المومياء دي فضلت محفورة في عقل اللي شافها، وفضلت مرعبة لناس كتير لحد دلوقتي. ناس كتير حاولت تخمن مين الممثل اللي قام بالدور ده، وبعضهم قال إنه هو ممثل مش معروف، وإن الفيلم ده هو العمل الوحيد لممثل خفي محدش يعرف ملامحه. لكن الحقيقة إن اللي قدم الدور ده هو واحد من أشهر أشرار السينما المصرية القديمة، واللي قال أكلم مين لما أحب أخاطب الشعب المصري. هو ده الفنان محمد صبيح، بوجه منحوت زي الصخر وملامح حادة وعينين واسعة بتدي إحساس بالقوة والهيبة، وشنب كان بيتغير شكله على حسب الدور اللي بيعمله. الفنان محمد صبيح قدر يثبت نفسه كواحد من أفضل الفنانين اللي جسدوا أدوار الشر في السينما المصرية. ورغم إن قائمة الأشرار العباقرة مليانة أسماء كبيرة زي محمود المليجي وزكي رستم وتوفيق الدقن، إلا إن صبيح ما كانش ليه نفس حظهم من الشهرة والنجومية، وده رغم موهبته الكبيرة اللي مفيش اختلاف عليها. انت متخيل ان أنطوني كوين بنفسه وصفه انه ممثل عالمي؟ حياة محمد صبيح مليانة حكايات وأسرار، وعين الأوان نسلط الضوء على فنان عاش حياته خلف الأضواء، ونعرف الناس على موهبة استثنائية. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو محمد صبيح. الموهبة لوحدها ما كانتش كفاية لكتير من الفنانين علشان يعدوا بوابة النجومية والبطولة، وفضلوا طول مشوارهم الفني في الخفاء. ناس كتير تعرف ملامحهم كويس، لكن قليل اللي بيفتكر أساميهم رغم إنهم كانوا موهوبين جدا. وهم دول النجوم المنسيين، ومن ضمن المنسيين دول الفنان محمد صبيح. محمد صبيح اتولد في 11 نوفمبر 1914 وسط أسرة بسيطة، وزي أي شاب في الوقت ده كان عنده طموحات وأحلام، لكن ما كانش يعرف إن حبه للتمثيل هياخده لمكانة كبيرة في السينما المصرية. صبيح ما كانش من عيلة فنية ولا حتى ليه صلة بالمجال الفني، لا من قريب ولا من بعيد. لكن اللي كان بيميز صبيح واللي خلاه مختلف هو ملامحه الفريدة. زي ما قلنا وشه كان منحوت زي الصخر، ملامحه حادة، أول لما تشوفه تقول عليه شرير زعيم عصابة، والصورة دي خلت المخرجين يختاروه دايما لأدوار الشر. أول خطوة ليه في عالم الفن كانت لما شارك في فيلم ليلى بنت الصحراء، وده كان سنة 1937. كان وقتها عنده 23 سنة. في الفيلم ده ما كانش دوره كبير، لكنه قدر يخطف الأنظار بفضل حضوره القوي. وشه الشرير خلاه دايما مطلب لمعظم المخرجين في الفترة دي. صبيح كان بالنسبة لهم كنز. قليل لما تلاقي واحد ملامحه بتقولك إنه شرير، لا وكمان يبقى موهوب وبيعرف يتلون بين كل الأدوار اللي بيعملها، مع إن معظم الأدوار شرير، بس كل دور بشرير مختلف تماما. محمد صبيح اتعرف بشكل أساسي بأدوار الشر، لكن مش الشر اللي يخوف بس، لا ده عمل دور الشرير اللي كان يقدر يضحكك في نفس الوقت، زي دوره في فيلم شنبه في المصيدة لما جسد شخصية الكوماندا زعيم العصابة اللي كان ليه خفة ظل واضحة رغم الشر اللي بيقدمه. كمان لعب دور النصاب في فيلم العتبة الخضراء، ودوره المميز في فيلم صاحب الجلالة اللي جسد فيه واحد من العصابة المتآمرين على السلطان. وكمان دوره في فيلم المليونير مع إسماعيل ياسين لما لعب دور الخادم اللي كان بيسأل دايما عن الديك اللي كان يقصد بيه القتيل. مش بس كده، كمان صبيح قدم دور الرجل البدوي اللي بيحاول يحمي خطيبته في فيلم للرجال فقط، ونجح في انه يقدم الشخصية بجدية وكوميديا في نفس الوقت. وده خلاه واحد من الممثلين اللي بيقدروا يجمعوا بين أدوار الشر وأدوار الكوميديا ببراعة. لكن أشهر دور قدمه محمد صبيح كان في فيلم وإسلاماه لما لعب دور كتبغة رسول التتار. وسبحان الله يا أخي، وكأن رزقه إنه يكون هو صاحب الجملة الأشهر في الفيلم، واللي لسه الناس بتستخدمها في هزارهم في شكل كوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وده لو دل على شيء فبيدل على قوة حضور وموهبة محمد صبيح في الفيلم، وحتى لو كان الدور بسيط. أكلم مين لما أحب أخاطب الشعب المصري؟ ناس كتير ما كانتش تعرف مين اللي عمل دور المومياء المخيف في فيلم حرام عليك، الدور اللي خلى كل اللي شافوا الفيلم يحسوا بالرعب ويعيشوا معاه لحظات من التوتر والخوف، الدور اللي كان لغز لناس كتير وكل واحد كان بيحاول يخمن يا ترى مين الممثل اللي قدم الدور ده، لحد ما اكتشفنا ان الممثل اللي لعب الدور كان الفنان محمد صبيح. المخرج عيسى كرامة هو اللي اختار صبيح علشان يجسد الدور ده ببراعة. وللي ما يعرفش الفيلم كان بيحكي عن دكتور شرير اللي هو ستيفان روستي، اللي حاول يسيطر على المومياء ويجري عليها تجربة علمية غريبة جدا، وكان الهدف انه ينقل مخ المومياء ويحطه في دماغ اسماعيل ياسين علشان يقدر يكتشف سر المومياء الصامتة. محمد صبيح ما كانش مجرد ممثل، لا ده كان متعدد المواهب كمان، كان عنده موهبة بتبين لك قد ايه ان هو كان فنان شامل وفعلا ما اخدش حقه. صبيح كان موهوب في الكتابة، وموهبته دي ظهرت بشكل واضح لما شارك الكاتب جليل البنداري في كتابة سيناريو فيلم فتح مصر اللي اتعرض سنة 1948. مشاركته في كتابة السيناريو أظهرت جانب جديد في شخصيته، وأكدت إنه هو كان فنان متكامل بيقدر يقدم الفن بأكتر من طريقة، سواء من قدام الكاميرا أو من وراها. محمد صبيح ما كانش بس شرير في الأفلام الكوميدية والأكشن، لكنه كمان قدم أدوار مميزة في الأفلام التاريخية والدينية، ومن أشهر الأدوار دي كان دوره في فيلم الرسالة لما جسد شخصية سراقة ابن مالك، وده كان واحد من الأدوار اللي لفتت الأنظار لموهبته التمثيلية القوية. كمان ظهر في فيلم الشيماء وجسد نفس الشخصية سراقة ابن مالك. ومن الحكايات الطريفة اللي حصلت مع محمد صبيح وفضلت محفورة في ذاكرة كل اللي اشتغلوا معاه كانت حكايته مع النجم العالمي أنطوني كوين أثناء تصوير فيلم الرسالة اللي شارك فيه صبيح بدور سراقة ابن مالك. كان في كواليس التصوير وقت فاضي بين المشاهد، وفي الوقت ده أنطوني كوين لاحظ اهتمام صبيح بالشطرنج وقرر انه يشاركه في اللعبة. أنطوني كوين أعجب جدا بذكاء وحرفية صبيح في اللعب، وده زي إعجابه بموهبته الكبيرة في التمثيل، لدرجة انه وصفه بعد اللعب بانه ممثل عالمي. الموقف ده بيبين لك قد ايه محمد صبيح كان فنان مش بس موهوب في التمثيل، لكن كمان كان عنده ذكاء وعمق في شخصيته، خلى نجوم عالميين زي أنطوني كوين يعترفوا بموهبته. محمد صبيح رغم كل نجاحاته كان دايما بيشتغل في صمت. هو مش واحد من النجوم اللي بيدوروا على شهرة زيادة، لا هو كان دايما بيشتغل بجد وإخلاص في أي دور بيعمله حتى لو كان بسيط، وده لحد آخر لحظة في حياته. صبيح قدم أكتر من 181 عمل فني بين سينما وتلفزيون، ومع تقدم سنه فضل مستمر في الشغل لحد ما قدم آخر أعماله في فيلم الجحيم مع عادل إمام، وده كان سنة 1980. ورغم إنه انتهى من تصوير مشاهده في الفيلم إلا إنه هو ما قدرش يشوفه وهو معروض، لأنه توفي قبل عرضه بفترة قصيرة في 27 يناير 1980. رحل محمد صبيح عن عالمنا عن عمر يناهز 66 سنة، لكن أعماله فضلت حاضرة في وجدان الجمهور. ورغم إن اسمه مش معروف لكتير من الناس، إلا إن ملامحه الشريرة والمرعبة لسه محفورة في ذاكرة السينما المصرية. محمد صبيح كان مثال للفنان اللي بيدي كل حاجة للشغل بدون ما يدور على الشهرة، وده اللي خلاه واحد من النجوم اللي رغم رحيلهم لسه أعمالهم بتتكلم عنهم. ولو انت كمان فاكر مشهد أو دور للفنان محمد صبيح شاركنا بيه في التعليقات، واكتب لنا كمان عن نجوم منسيين تحب ان احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكاياتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.